مساء الخير ويا رب كلكم تكونوا بخير. عيش البكاكين القمر زي ما انتم شايفينه عملنا بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وكمان ممكن تسويه على البوتاجاز، بس انا هنا بصراحه سويته في الفرن. المهم ان انا عملته بسهوله وبساطه، وما شاء الله كده كان هش ومنفوخ معايا في الفرن زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كده نحب الناس اللي احنا بنعمل لهم الاكل علشان خاطر طبعا الاكل يطلع بالفخامه والبساطه اللي حضراتكم شايفينها دي. حاجات بسيطة جدا جدا هنعملها، مش هنعمل اي افتكاسات. هنعمل عجينة عادية خالص زي اللي بنعملها كل مرة زي ما احنا متعودين. معايا كيلو من الدقيق، ضفت عليه 3 معالق كبار من اللبن البودر، عليه باكيت خميرة، عليه معلقتين من الكيك شيف، تمام. وكمان عليه معلقتين من الزبدة على ربع كوباية زيت، كوباية زبادي، وكمان نص معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة. وببتدي بقى ان انا اعجن وبحط يعني بصوا كده انا لسه هنا ضفت شويه ميه بساط علشان خاطر هضيف الميه بتاعتي بالتدريج. الكيلو بتاع الدقيق بالظبط كده هياخد حوالي كوبايتين ونص من الميه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين العجينه فظيعه جدا جدا. حاولي ان انت تضيفي اللبن البودر في العجينه، بصوا بيديها كده لمسه تانية خالص. ما شاء الله هنا كده كنت بلم العجينه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين غطيتها بكيس وفوطه. وبعدين هنا ايه، رحت جايبه على الجرن على الراحه النفسيه، لقيت العجينه اختمرت معايا ما شاء الله مسافه نص ساعه. بصوا يعني هنا انا زي ما بقول لكم ان كيك اللي هو الكيك شيف اللي هو البودر بيخلي العجينه كده ما شاء الله مع الخميره الفوريه بيخليها في حته تانية خالص. ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. هنا بقى بقطع الكور كده قد حجم البيضه، تمام. طبعا كنت ولعت الفرن بتاعي، وهنا يا جماعه انا بلبس الكمامه. طبعا لابسه الكمامه ليه؟ علشان انا عندي حساسيه جيوب انفيه، فطبعا ما بتحملش الصهد، ما بتحملش الحر اللي احنا فيه، فربنا يسترها. طبعا مولع النار من تحت، تمام. الفرن بيسخن معايا، ببتدي كده ان انا بهدي النار وسط، ومولعه من فوق بقى طبعا على العالي. يعني برضو النار مش عايزاها هاديه علشان خاطر الرغيف يقب ويستوي معايا بسرعه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله خرج معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، ما شاء الله. زي ما قلت لكم ربنا يحسن ما بين ايدينا. دايما لما بندخل المطبخ بتاعنا او بنعمل اي شغلنا في البيت او احنا في اي مكان بنسمي بالله كده، وتصدقوني بنلاقي ربنا كده مبارك في كل حاجه حوالين مننا. هنا كنت بقول لكم على فظاعه العيش، خطير هش ومنفوخ ما شاء الله كده. بصوا بصراحه يستاهل التجربه. اتمنى الفيديو يعجبكم، كمان اتمنى ان اكون ضيف خفيف على قلوب حضراتكم. متشكره جدا لكل الناس الجميله اللي دخلتني في القناه من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم شرف كبير ليا، ربنا يعزكم جميعا. استنوني بقى في فيديو